بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقه زراعه الرمان باستخدام البذور. زراعته سهله جدا. زراعته يعتبر في فصل الخريف وقت مناسب له، فصل الربيع ايضا فصل مناسب له لو هنحتفظ بالبذور بتاعته. اول حاجه بناخد البذور بتاعته، لكن لازم نحافظ عليها من الخدش. انا لو اتخدشت هتبوظ معانا زيها زي معظم البذور اللي نعرفها. بعد ما طلعناها مع بعض اهي، بناخد شوية بذور. شايفين المية اللي عليها دي؟ يفضل ان احنا نشيلها عشان تبقى البذرة بالطريقة دي. ممكن نجففها وممكن نزرعها على طول. انا بطريقتي زرعتها على طول والحمد لله نفعت معايا. بعد كده هنجيب القصيص بتاعنا اللي هنزرع فيه، هوريكم، تابعونا. وده القصيص معانا اهو. يفضل ان يكون جيد التهوية. وادي البذور نوزعها توزيع مناسب زي ما حضراتكم شايفين كده. ونجيب شوية تربة ونغطيها كويس. بعد كده طبعا الري. وقت الري لازم نحافظ ونخلي بالنا، عشان لو في بذور طلعت ده اول حاجة نبدأ نغرزها تاني. وطبعا لازم القصيص نتأكد انه جيد التصليح زي ما انتم شايفين كده، عشان ما يبوظ ما يحصلش عفن للبذور بتاعتنا. هعمل معاكم خطوة مهمة جدا، وهي ان احنا بنجيب اي كيس بلاستيك ونغطيه بالقصيص بتاعنا. وفي البداية عموما اي بذور الشمس مش اساسية بالنسبة لها لحد ما تبدأ تنبت. يعني ممكن نحطه في مكان ظل عادي، وبعد كده ننقله للشمس اول ما يظهر البراعم معانا. بنسيبه زي ما انتم شايفين كده. الكيس ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيعمل كثوبة مصغرة للقصيص بتاعنا، بحيث لو في اي رطوبة او الجو ساقعة او في برودة عالية في الجو، بالتالي الكيس ده هيحفظ للبذرة بتاعتنا درجة الحرارة اللي هي عايزاها، وبالتالي تطلع معانا بسرعة. تابعونا لنهاية الفيديو وهوريكم ازاي وصلنا له. ما تمشوش وخليكم معانا. ما شاء الله بعد اسبوعين اهو ده الرمان ما شاء الله اشتغل معانا. نمو سريع جدا وزراعته سهلة جدا. في النهاية لو استفدتم من الفيديو اتمنى شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. كمان لايك للفيديو وكومنت لو عجبكم الفيديو. شكرا لمتابعتنا، وان شاء الله تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الزراعة مع قناتكم، قناة زراعة بسيطة محبي الزراعة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.